مساء الخير يا جماعة، وحلقة جديدة من حلقات كلاكيت. مبدئيا كده شير وسبسكرايب كده عشان ان شاء الله الفيديو هيعجبكم جدا. في قناة مهمة جدا جدا يا جماعة اسمها كوكب كرة. القناة دي حلوة جدا، بتقول كل ما يخص الكرة العالمية والمحلية وخصوصا نادي الزمالك، وهتلاقي رابط القناة تحت موجود في ديسكريبشن لو حابب ان انت تشترك فيها. طيب النهاردة حلقة عن اعظم كتاب السيناريو على مر التاريخ في مصر. مين؟ عمنا وحيد حامد. بص، هو انت عندك 3 بيكتبوا السيناريو من اعظم كتاب السيناريو من وجهة نظري. رقم 1 مش بالترتيب برضه، رقم 1 هو أسامة أنور عكاشة. أسامة أنور عكاشة بالنسبة لنا كان راجل بيجيب القديم عشان يرمي بيه ويعمل إسقاط على الواقع المعاصر اللي احنا بنعيشه، علشان كده كان بيتسمى أستاذ الملاحم. راجل عمل زيزينيا، راجل عمل ليالي الحلمية، راجل عمل الشهد والدموع، ودول أباطرة، يعني دول من الحاجات المهمة جدا جدا في تاريخ التلفزيون. طيب نيجي بعد كده لمحفوظ عبد الرحمن. محفوظ عبد الرحمن ده كان حابب قوي السيرة الذاتية، كان بيجيب السيرة الذاتية من خلال شخصية زي شخصية أم كلثوم، زي ناصر 56. الناس دي كان يجيب الشخصية التاريخية دي لأنه هو كان راجل بالظبط كده بيخلي التاريخ ينطق دراما، وبعدين ما بيجيبش التفاصيل الحياتية للشخصية التاريخية بس، ده بيجيب الفترة المعاصرة كلها، حليم، ناصر 56، أم كلثوم. فكان من خلال الشخصية بنعرف ايه اللي كان بيحصل في الفترة. مين بقى التالت بتاعنا؟ عم وحيد حامد. عم وحيد حامد ده ما كانش بيرمي لك بقى اسقاط لا 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 لا، هو على طول بيصدمك بالحقيقة، بيكب في وشك كده، بيروح خبطك في وشك خبطة انت طب انا هعمل ايه؟ ده يعني معنى كده ان هو كان بيجيب الواقع اللحظي، الواقع المعاصر اللي احنا شغالين عليه. علشان كده النهارده هنعمل مراجعه لفيلم اضحك الصوره تطلع حلوه. وليه اخترت الفيلم ده بالذات رغم ان في حاجات كتيره قوي؟ يعني عمنا وحيد حامد خلى عادل امام يتنبأ ويحلم في اللعب مع الكبار بالفساد اللي بيحصل في البلد. خلى عادل امام ورياض الخولي يتخانقوا مع بعض في فيلم طيور الظلام عشان يتنبأ باللي بيحصل في مصر دلوقتي. خلى احمد زكي يضحك عشان صورته تطلع حلوة. خلى احمد زكي من خلال الصدفة يبقى معالي الوزير. عمنا وحيد حامد خلى نور الشريف يدور على بنت تايهه وسط المجرمين علشان يبقى اخر الرجال المحترمين. خلى نبيلة عبيد ترقص فالناس تتفرج عليها، وخلى صلاح قبيل يتكلم في السياسه فالناس تقفل التلفزيون في فيلم الراقصه والسياسي. وحيد حامد النهارده بنتكلم على اضحك الصوره تطلع حلوه علشان وحيد حامد جاب الفيلم ده من الشارع. وحيد حامد كان يقدر يروح بيكتب في فندق على النيل كده وبيقعد يكتب فيه، لا ده وهو ماشي شاف مصور عجبه حال المصور اللي موجود ده، قال اعمل فيلم اضحك الصوره تطلع حلوه. تعالوا نشوف مراجعه لفيلم اضحك الصوره تطلع حلوه. اضحك الصورة تطلع حلوة الفيلم بالأمر. يعني ايه بالأمر؟ يعني وحيد حامد بيقولك اضحك الصورة تطلع حلوة علشان لو انت شلت اللي جواك والقهر والظلم والتعب والخوف والقلق اللي انت عايشه من خلال الحياة العملية اللي انت عايشها، هيحصل ايه؟ هيحصل لك مشكلة، هيحصل لك مشكلة كبيرة. فوحيد حامد بيقولك اضحك علشان تبقى مسخ، اضحك علشان الصورة اللي جواك ما تطلعش على وشك. وده حصل في اول مشهد في الفيلم، بن بياع طماطم جاي يتصور عند احمد زكي تعبان وهدومه مقطعه، وداخل في احمد زكي بيفهمه بيقول له، اللي هو سيد الغريق احمد زكي، بيفهمه بيقول له لازم علشان تتصور صوره البطاقه بتاعتك لازم صورتك تبقى حلوه، علشان لو مخبر شافك او ضابط شافك في السكه وصورتك كانت وحشه ممكن يديك على قفاك. علشان كده لازم ما تبينش اللي جواك، لا ده انت تبقى مسخ، تضحك علشان الناس كلها تعرف ان انت مبسوط. وعمل ايه كمان؟ وخلى شخصية بياع الطماطم اسمه راضي، علشان راضي عن كل حاجة بتحصل له، سواء كان غصب عنه
او تاني حاجه بتاكد على المسخ اللي جوانا اللي احنا عايشينه، مشهد منى زكي وهم نازلين مصر. وهم نازلين مصر منى زكي لسه بريئه ما تعرفش اي حاجه، فبتقابل واحده صاحبتها في الجامعه بتسالها مش انت دخلت كليه الطب بمجموع كام؟ لا، انت بنت مين في مصر؟ قالت لها انا بنت سيد غريب المصوراتي، مصور دراما، مصور سينما. قالت لها لا، ده مصور فوتوغرافر. فالبنت اتنمرت بشكل غير عادي. فبعد كده بتبدأ منى زكي تلغي دور البراءة من وشها وتبدأ تكذب علشان تعرف تعيش مع المجتمع اللي هي عايشة فيه. فننقل بشط في العربية مع كريم عبد العزيز اللي هي هتبدأ تحبه. انت بنت مين في مصر؟ فتقول له انا بنت رجل اعمال. هي بتكذب، بس الكذب علشان تجمل الصورة. باباكي بيشتغل هنا؟ انا بابي الدكتور احمد سليمان، استاذ جراحه هنا في الكليه. وانت باباكي دكتور؟ لا، انا بابايا مصور. ايه ده، مصور سينمائي؟ لا، مصور فوتوغرافيا. وانت بنت مين في مصر؟ سيد غريب. ومين سيد غريب؟ رجل اعمال بس على صغير شويه. مشهد منى زكي مع سناء جميل وهي متدغدغه من جواها وتقول لها لا يا ستي، خلي يبقى عندنا صورتنا حلوه قدام الناس. هنا الفيلم بيقول يا جماعه مش مشكله اي حاجه في الدنيا، اهم حاجه صورتك تبقى حلوه وسط الناس. الجوهر ايه مش مشكله، اهم حاجه الصوره. يعني عاجبك حته جرسون ومراته يقعدوا يستجوبوا بابا ويقولوا له انت سريح، هناكلك ونجيب لك رزق ونشربك ونعمل لك كل حاجه، وبابا جاوب عليهم كده بكل بساطه وهو بابتسامه كأن مفيش حاجه حصلت. لا، ويعيدوا ويزيدوا فيها كمان، مصوراتي مصوراتي كأنهم قاصدين. طب وماله المصورات؟ ما ابوك مصورات يا ستي، ده كان هناك فيا كان في محل، انما هنا مفيش داعي نقعد نعرف كل الناس. خليه كده صورتنا تبقى كويسه. الفيلم برضو مش وقف على ان الفقراء هم اللي بيجملوا الصوره، لا، ده الاغنياء كمان. الاغنياء كمان بيجملوا صورتهم. الاغنياء مشوهين من الداخل. الاغنياء مرضى نفسيين، مرضى نفسيين ومش قادرين يسيطروا على ده. هم راسمين حاجه مهمه جدا على وشهم اللي هي الابتسامه والتناكه والقلاطه. لا، فبيظهر سامي سرحان في مشهد علشان يعري كل دول قدام المجتمع في مشهد مخزي، ان سامي سرحان بيرمي مفاتيح عربية في المية في حمام السباحة، وبيقول لهم اللي هينزل يجيب المفتاح من حمام السباحة هياخد العربية. الناس اللي موجودين في الحفلة دول كلهم اغنياء وما يلزمهمش العربية، بس هم من جواهم جعانين، مرضى نفسيين ومشوهين من الداخل. ومشهد مخزي جدا، كل الناس الاغنياء بتنزل في المية علشان تجيب المفتاح، واحمد زكي اللي بينزل يجيب المفتاح. بس طالما انت اتكشفت وانا اتكشفت، ايه اللي بيحصل؟ احمد زكي بعد ما بيكشفهم بيكون ده رده عليهم، انا كشفتك وانت كشفتني، فخلاص كلنا اتعرينا قدام بعض. فاحمد زكي بيرمي الفيلم اللي صوره في الميه. اللي عايز العربيه المفاتيح اهي، ينزل يجيبها من الميه. اديها. استنى، فين الفيلم؟ هات الفيلم. ما شاء الله، عربية. فين يا باشا؟ هات هات. انزل ولد. تاني حاجة الفيلم حابب يقولها مسألة الاغتراب. الاغتراب يعني ايه؟ يعني انت جوه الفيلم كطبقة متوسطة انت بقيت حاسس في غربة بسبب اللي بيحصل من الطبقة الارستقراطية اللي فوق. وده كان واضح جدا في استخدام الاسامي من وحيد حامد لاسم احمد زكي سيد غريب.
جاي من السويس رايح للشرقية في هي بيفتح محل تصوير او استوديو تصوير، بيتهجر من السويس بسبب الحرب، يجي الشرقية بيتهجر من الشرقية للقاهرة علشان بنته دخلت كلية الطب. وده اسقاط من وحيد حامد على الغربة اللي بيعيشها المواطن بسبب النظام الاجتماعي اللي اتفرض ودهس الطبقة المتوسطة. لذلك سمى أحمد زكي سيد غريب. سمى عزة أبو عوف عبد الحميد عز الدين عشان يقول إن فرق شاسع بين الطبقة المتوسطة والطبقة الأرستقراطية اللي خلت الطبقة المتوسطة تداس بالجزمة تحت فلوس عبد الحميد عز الدين. وده بيدلل عليه في مرة كده اعتقد شفكي المنيري كانت عاملة حوار مع عمر الشريف، وبتقول له انت النيل طبعا جاي من بره بقى، انت النيل بيمثل لك ايه؟ الاهرامات بتمثل لك ايه يا استاذ عمر؟ طبعا هي متوقعه ان عمر الشريف يقعد بلا 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 يقعد بقى وين النيل بقى والاهرامات وبتاع. عمر الشريف قال لها ولا حاجه، هيمثلوا لي ايه؟ ولا حاجه. انا ببص من شباك الفندق او البيت اللي انا قاعد فيه، ببص على النيل او الهرم، اعرف ان انا اصحابي موجودين هنا، اعرف ان صالح سليم هنا، اعرف ان عبد الحليم حافظ هنا، اعرف ان احمد رمزي موجود هنا، فانزل اخد عربيتي واروح اقعد معاهم. الوطن بيمثل لي الصحاب. علشان كده وحيد حامد في الفيلم حابب يقول لك لازم تبقوا كلكم جنب بعض، طبقة متوسطة جنب، ما ينفعش الفجوة اللي حصلت والدهس اللي حاصل بين الكبار وبين الصغيرين لحد ما وصلنا للفجوة الكبيرة اللي احنا فيها دي. تالت حاجة الفيلم بيناقشه الصراع الطبقي اللي بين الطبقة المتوسطة والطبقة الكبيرة، واللي استخدمه وحيد حامد في مشهد مهم جدا جدا جابت الفيلم على الأرض. ليلى علوي وهي بتقول لأحمد زكي الدكتور بيتجوز دكتورة والمدرس بيتجوز مدرسة، طب الحرامية بقى تتجوز ايه؟ هو الحرامي هيتجوز ايه؟ لا مؤاخذة يعني المدرس بيتجوز مدرسة، والمهندس بيتجوز مهندسة، والدكتور بيتجوز دكتورة، يبقى الحرامي هيتجوز ايه؟ يتجلى بقى الصراع الطبقي في الفيلم في مشهد مهم جدا للفنانة العبقرية العملاقة سناء جميل، وهي راحة لعبد الحميد عز الدين المكتب بتاعه علشان تقابله وبتطرد. حميد بيه عز الدين، اهلا وسهلا. اهلا بيك. وحضرتك عاوزه تقابلي السيد رئيس مجلس الاداره في ايه؟ يعني انا عايزاه في مساله عائليه. مساله عائليه؟ بحيث ان المساله عائليه يبقى روحي له البيت. من فضلك روحي له البيت من فضلك. يا فندم. ايه يا ماهر؟ دي مناظر تقابل عبد الحميد بيه؟ خلي عندك نظر، روح شوف شغلك كويس. تاني او تالت مشهد في الصراع الطبقي بين احمد زكي وسامي سرحان لما بيجيب المفتاح بتاع العربيه وبيقول له انا لقيته يا بيه، لقيت المفتاح، انا من حقي بقى ان ناخد العربيه، الناس دي كلها عندها عربيات. قال له بره، انت مش من المدعوين في الحفله، انت بره، انت تحت، احنا كبار. سناء جميل بتعمل مشهد عالي جدا لوضوح الصراع الطبقي اللي موجود في الفيلم بكلامها ده احنا صغيرين قوي يا سيد. طيب سناء جميل بتعمل حاجة مهمة جدا، بتقول لهم يا جماعة الصراع الطبقي ده خلقتوه انتوا، فاكرين احنا الطبقة المتوسطة اللي شايلينكم، احنا الطبقة المتوسطة اللي شايلين البلد، احنا الطبقة المتوسطة اللي لما بيحصل اي حاجة في البلد بنبقى احنا في وش المدفع. فبتقول لسيد ابنها ده انا شلت النكسة فوق دماغي سنين طويلة، ما كنتش متخيلة ان في نكسة تاني هتيجي اقوى من كده. نكسة ايه؟ الفرق الواضح اللي بين الطبقة اللي فوق وبين الطبقة المتوسطة. ده احنا صغيرين قوي يا سيد، ده انا شلت النكسة فوق دماغي سنين طويلة ولفيت بيها البلاد لحد ما وقعت وانكسرت تحت رجليا، لكن ما كنتش عارفة ان في نكسة تانية مستخبية. كان لازم يبقى في معادل طبقي
في الموضوع كان لازم حد يبرر لك. وحيد حامد لازم يهديك شويه، ما ينفعش يرفع الكيرف قوي كده ويقول لك اتضايق بقى يا عم وازعل وتنرفز. لا لا لا، كان بيخلي فيه مشاهد يهديك، زي مشهد سناء جميل مع منى زكي وهي رايحه اول يوم الجامعه. ممكن تلاقي بنات في الكلية لابسين هدوم أغلى منك، اوعي تضايقك يا ماما. ها؟ انت تغلبيهم بذوقك الحلو. مشهد احمد زكي مع بنته لما بدات ترفض العيشه بتاعتهم وبيعرفها انه مصور وعمره ما هيكون احسن الناس، بس ممكن يخلي بنته احسن الناس، وده تبرير من احمد زكي لبنته علشان تقدر تقاوم وتعيش في الحياه اللي عماله تدهس. رد الناس اللي مضروبة بالجزمة طول عمرها في الطبقة المتوسطة ايه؟ وحيد حامد جاب مشهدين لرد الفعل. رد الفعل من منى زكي البريئة اللي ما قدرتش تستحمل الألم اللي خدته على قفاها من كريم عبد العزيز، ان منى زكي دخلت في غيبوبة ومش قادرين يفوقوها. وبيظهر هنا شريف عرفة في الفيلم في المشاهد، وكان ممكن يطلع دكتور يقول البقين اللي هو عايز يقولهم، بس شريف عرفة للأسف ظهر علشان يقول لنا كلنا عيش عيشة أهلك، العين عمرها ما تبقى أعلى من الحاجب. فهمت؟ فبيقول لأحمد زكي حصل لها انتكاسة، لازم تبقوا جنبيها. تبقوا جنبيها يعني ايه؟ يعني انت يا احمد يا زكي وسناء جميل وليلى علوي نوسة الممثلة في رمز الفقر في الفيلم، والجيران اللي موجودين، خليكوا جنب بعض كفقراء وتعيشوا عيشة اهلكوا عشان ما يحصلش انتكاسة. ومش عارفين هيبقى رد الفعل بالنسبة لكم ايه، زي منى زكي ولا الرد الفعل التاني اللي حصل من مين؟ من احمد زكي. رد الفعل التاني من احمد زكي حصل بالبطيء، سلو موشن، داخل الحفلة في حفلة كريم عبد العزيز وهو بيتجوز عشان ياخد رد فعل ويريحك وحيد حامد للي بيحصل، وياخد طاره احمد زكي من كريم عبد العزيز عشان يخليك انت كمتفرج تهدى. فيخش احمد زكي وهو متخفي لانه ما ينفعش يخش ياخد طاره من الطبقة العليا غير كده، فبيخش متخفي في الحفلة ويضرب كريم عبد العزيز بالقلم، بس اول ما بياخد حقه بيتضرب هو كمان بالجزمة. الألم ده عشان كسرت بنتي ولعبت بيها، وبنتي مش تعبة. وبعد كده احمد زكي بيقول مونولوج مهم جدا لكل الطبقة دي، بيقول لهم يا جماعة بلاش ده، بلاش الصورة دي، خليكم من جوه، بلاش تكتبوا العقود. الكلمة عقد، كلمة انا بحبك عقد، الوعد بالجواز اكبر عقد. ويخش وحيد حامد علشان يعمل نهاية مفتوحة، احمد زكي ومنى زكي وليلى علوي وسناء جميل واقفين يتصوروا، وانت بقى خلاص بقى انت فرحان قوي ان كريم عبد العزيز سببه علشان يروح يرتبط بمنى زكي والفيلم ينتهي نهاية جميلة، ولكن بيسيبها لك مفتوحة علشان يقول لك ان دول في حتة مهما انت رحت تحاول تقرب منهم هم مش هيسمحوا، ولو هم جم يقربوا منك هيبقى الموضوع فيه فوارق طبقية كبيرة جدا. فبيثبت كريم عبد العزيز مكانه، هو بيتفرج عليهم بس وهم بيضحكوا. أهم حاجة الضحكة الحلوة.